ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو المنتظر اللي كتير طلبوا مني، متابعين كتير طلبوا مني الفيديو ده، علشان كده عملته لكم تسجيل صوتي، علشان في تكات كتير هقولك عليها. اسباب نجاح الكحك، ازاي يطلع معاكي باللون ده، ازاي النقشة ما تروحش معاكي في الفرن، ازاي الملبن ما ينشفش معاكي جوه الكحكاية. كل سنة وانتم طيبين، العيد على الابواب، وطبعا كحك العيد لا غنى عنه. اللهم بارك، حليت معاكي كل المشاكل في الفيديو ده. ان شاء الله هتطلعي احسن وصفة كحك على الاطلاق. اوعدك بعد الفيديو ده مش هتشتريه تاني من بره. مش عايزة اسمع اي واحدة تقول إن الكحك فشل معاها. المرة دي بحل معاكي كل المشاكل اللي ممكن تقابلك أو تواجهك. قبل ما نشوف الفيديو، ياريت تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولايك وشير ومتابعة للصفحة علشان أستمر معاكم بنشر كل جديد. اللهم بارك، الكحك دايب جدا، كمان الحشوة ما شاء الله زي ما انتم شايفين تحفة جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. أول حاجة عندي كيلو من الملبن، وده أول خطوة معانا لازم تكون مهمة. الملبن لازم يكون لونه فاتح بالشكل ده، لأنه لو غامق بيكون واخد تسوية زيادة، بالتالي هينشف جوه الكحكاية. نزلت على الملبن بمعلقتين كبار من السمسم، ومعلقة من السمنة البلدي، ومعلقتين من ريحة الموز. الإضافة بقى اللي هتخلي الملبن معايا نافش جوه الكحكاية هي ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. والخطوة دي بتخلي الملبن معاكي سايح جوه الكحكاية واستحالة ينشف معاكي. ببتدي ان انا اكور الملبن بتاعي كرات بالشكل ده، والخطوة دي بتسهل عليا الحشو بعد كده. ده بيكون شكله. نيجي بقى للدقيق. عندي 2 كيلو من الدقيق. ال2 كيلو من الدقيق هياخدوا معايا بالظبط كيلو و200 جرام من السمنة البلدي. مهم جدا يكون نوع الدقيق بتاعك كويس جدا. نزلت على الدقيق بتاعي بمعلقتين كبار من ريحة الكحك، وأربع معالق كبار من السمسم المتحمص، وأربع معالق من السكر البودر، ونص معلقة ممسوحة من البيكنج باودر. بقلب المكونات الجافة دي مع بعضها. نيجي للعجن. السوائل مفيش اختلاف عليها. عندي نص كوباية من الحليب الدافي نزلت فيها بنص معلقة كبيرة من الخميرة، وعندي كوباية من المية. السمنة بتاعتي أنا يدوب فكتها بس على النار كده، يعني ما سخنتهاش. أنا هستخدم السمنة المرة دي مش مقدوحة، احنا بنعمل كمية صغيرة، فبالتالي مش محتاجين ان احنا نقدح السمنة. نزلت على الدقيق بالسمنة بالشكل ده، وقلبتهم بنفس الطريقة. نرجع تاني للسوائل. كمية السوائل ما بتزيدش للكيلو الدقيق أكتر من 200 ملي، يعني كوباية من السوائل سواء كانت لبن أو مية، بس الأفضل تستخدمي الاتنين على بعض. خطوة البس دي مهمة جدا، إن انت تبسي العجينة على قد ما تقدري، من 10 دقايق لربع ساعة، مش أقل من كده. الخطوة دي اوعي تكسلي فيها. عايزين العجينة تكون بالشكل ده، طرية جدا وملزقة. ابتديت أنزل بنص كوباية الحليب على الكحك، وابتديت ان انا الف العجينه كده والمها بالشكل ده. هتحس العجينه قفشت منك. ما تزوديش سوائل عن الكميه المطلوبه للكيلو الدقيق. نزلت بكوبايه الميه بالشكل ده. يبقى خلينا متفقين ان كيلو الدقيق بياخد معانا كوبايه من السوائل 200 ملي، و600 جرام من السمنه الدايب. هنا حطيت العجينه عندي في بولة اكبر او طبق اكبر عشان اعرف ان انا اعجنه. ابدأي اعجني في العجينه بتاعتك لحد لما تكون معاكي ناعمه بالشكل ده. العجينة لو شققت معاكي وانت بتختبريها بالطريقة دي، يبقى العجينة ناقصة سمنة. اما لو العجينة مسكت معاكي في المنقاش وابتدت تطلع العجينة معاكي في المنقاش، يبقى العجينة ناقصة سوائل. هنا بقولك ان انا نسيت احط ريحة الموز على العجينة، فبالتالي حطيتها عادي جدا. وابتديت برضو اختبر العجينة تاني، بتكون معايا اللهم بارك بالشكل ده. التزمي بكل الخطوات والمقادير. كمية السوائل لو زادت عن 200 ملي، لو انت حاطه مقدار السمنه مظبوط، الكحك برضه هيطلع معاكي ناشف ومش ناعم. تمام. يبقى كميه السوائل هي اللي بتخلي الكحك معانا يطلع ناشف ومش ناعم بالدرجه اللي احنا عايزينها. ابتديت احشي الكحكايه، باخد قطعه العجين ما بين ايديا، وببدا ان انا اطريها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وبعمل فتحه مجوفه في نص الكحكايه، وابتدي ان انا احشيها بالحشو. قطعه الملبن مهم تكون اصغر من حجم الكحكايه، علشان طبعا لسه هتنفش معانا جوه الكحك. نيجي للتسويه. التسويه حاجه مهمه جدا وعامل مهم في ان الحشو ما ينشفش جوه الكحك. ازاي؟ الكحك المحشي بيدخل فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لو فرنك عالي، لو فرنك واطي يبقى 190 ومش أقل من كده. لو طولنا مدة التسوية على الكحك، الملبن بيغلي جوه الكحكاية، بالتالي بتنشف وبتطلع معاكي معضمة، ولا كأننا عملنا حاجة.
تمام. باكد عليكي الكحك محشي بيدخل على درجه حراره 180 او 190 وبيخرج معاكي بالشكل والجمال ده. لو الكحك بتاعك ساده يبقى هيدخل على درجه حراره 150 او 160. اللهم بارك، الكحكايه دايبه وناعمه، الحشو مظبوط جدا جدا. لو في اي معلومه فاتتك تقدري ترجعي للبوست اللي نزلتلك فيه، كل التفاصيل عن الكحك مكتوبه هتلاقيها موجوده على البيج ان شاء الله. ومتاكده جدا لو التزمت بكل الخطوات اللي بقولك عليها هتطلعي الكحكايه بالشكل والجمال اللي انت شايفاه ده. اللهم بارك، الحشوه تحفه جدا. الكحكايه ناعمه ودايبه وفي نفس الوقت محافظه على شكلها. يعني شايفين باكسرها بتتكسر معايا بكل سهولة، في نفس الوقت هي ماسكة نفسها ومتماسكة. جربوا الطريقة دي ومتأكدة ان انتوا هتعتمدوها. التزمي بكل الخطوات اللي بقولك عليها هتطلعي احسن كحك ان شاء الله. هسيبلك المقادير في اول تعليق، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. والف هنا لكل اللي هيجربوا مقدما. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.